مساء الفل، انا بشوي طاهر. ايوه انا الممثل بتاع مسرح مصر، بس اللي انت ما تعرفوش ان انا دكتور يا عم، والله العظيم دكتور. انا وابراهيم وحامد دكاتره، دراستي بتقول ان دكتور، شهادتي بتقول ان دكتور، وجس وات شغلي بيقول ان دكتور. انا عارف ان شكلي ما يديش، بس حاولت اتقبل الموضوع. انا دكتور وشغال دكتور كمان. الموضوع جه ازاي بقى؟ تعالى نرجع لايام ثانويه عامه. بص يا معلم، في ثانوية عامة أنا كنت واد دحيح. كتاب نزل مش عارف فين هروح أجيبه، أخلص كتاب الوزارة ودليل التقويم والكتب الخارجية والحاجات. بص كنت دودة، كنت بذاكر وفي نفس الوقت كنت بهيص. فعشان كده ربنا ميزني بحاجة في الشهادة. تلاقيني يا معلم مقفل كيمياء وفيزياء وأحياء 50 من 50، اقتصاد وإحصاء ناقص فيها نص درجة، تيجي عند المستوى الرفيع ساقط كحكة 4 من 10. أول واحد في المتفوقين يبقى عنده كعكة في الشهادة. أنا سقطت في المستوى الرفيع لأن كنت واخده أحياء. قال لي يعني إيه لما تاخد المستوى الرفيع أحياء سنة أولى في الكلية هتبقى سهلة؟ يا سلام. طبعا الكلام ده كان يعني أي كلام بيتقال، مفيش حاجة اسمها كده. نيجي بقى للسؤال التاني، انت اتخصصت ولا لسه؟ احنا في طب بشري طول ما احنا في كلية مش بنتخصص، لا احنا بندرس كل حاجة. زمان كانت 6 سنين دراسة وسنة امتياز، دلوقتي 5 سنين دراسة وسنتين امتياز تدريب عمل. في سنين الدراسة دي انت بتدرس كل حاجة، بمعنى حرفيا كل حاجة. تيجي بقى يا معلم عندك تشريح، عندك فسيولوجيا الجسم، عندك كيمياء حيوية، عندك علم الأنسجة، تدرس أمراض وتدرس طفيليات وحشرات ودود، تدرس شوية أدوية كده، تعرف شوية بيزكس عن الأدوية والفارماكولوجي، تعرف شوية حاجات عن الميكروبيولوجي. بعدين بقى يا معلم تخش على إيه؟ أنف وأذن وحنجرة، رمد، طب شرعي وسموم، طب بيئة ومجتمع. تخش بقى على البطنة. البطنة دي في منها بطنة أعصاب، وفي منها بطنة جهاز هضمي، وفي منها بطنة كبد، وفي منها بطنة كلى، وفي منها بطنة فكل الحاجات في منها بطنة. فأنت بتاخد كل فروع البطنة، وبتاخد الأطفال بكل فروعها، وبتاخد الجراحة بكل فروعها، وبتاخد النساء والولادة. كده يبقى أنت خلصت دراستك النظري. بعدين بقى يا معلم تاخد تدريب عملي على الحاجات اللي أنت درستها نظري، اللي هي تعتبر أساسيات الطب. يبقى أنت كده إيه يا معلم؟ شايف الشقة ده كله؟ ال7 سنين دول سلام عليكم سلام عليكم. 7 سنين. تعالى نتكلم بقى ماجستير على اقل حاجه 3 سنين، دكتوراه من 5 سنين ل7 سنين. فهمت يا معلم؟ فما تسالش حد تاني في طب انت اتخصصت ولا لا طول ما هو في الكليه. بعد ما يخرج ابقى اساله. المهم يا معلم دخلت الكلية ودخلت سنة أولى، ودخلنا طبعا المشرحة. وزي ما أنت فاكر الفيلم بتاع أحمد زكي اللي كان فيه منى زكي طالبة في كلية الطب، اللي هو اضحك الصورة تطلع حلوة، وأول لما دخلوا المشرحة وأغمى عليها، لا الكلام ده ما بيحصلش، ما عندناش الكلام ده. احنا عادي دخلنا أول يوم كان في ناس بس قرفانة اللي هي إيه تمسك يعني، لكن عادي ما عدى أول أسبوع كلنا قاعدين وشغالين وبتاع، وبنشوف العصب اللي ماشي، وبنشوف الوريد، وبنشوف الوتر، وبنشوف العضلة، ونشوف نطلع الكبد كده تشوفه وبتاع. ما هو انت بتدرس، ما هو ده شغلك. ما هو انت لو يعني ما اشتركتش في الموضوع ما انتش هتفهم حاجة. ده احنا بناخد عظم نروح بيه البيت عشان نذاكر عليه. انت متخيل الموضوع؟ فيعني انا عندي عادي في المكتب بتاعي في البيت، المكتب الوحيد اللي ما بيتنضفش الا لما انا اكون موجود. مستحيل اروح البيت الاقي امي نظفت المكتب حاطط لها جمجمه على المكتب، تيجي تقرب من المكتب تلاقي الجمجمه، تقول لا والله ما اقرب منه. فمعلم موقف بقى ان البنات بتخش طب فتشوف الجثث فيغمى عليها والحاجات دي، لا ما فيش الكلام ده. بص بنات طب دول سترونج اندبندنت من هم في ثانوي، سترونج اندبندنت. هتقول لي بقى لا الست مش ملزمه ولا مش عارف ايه. واحده من بعد خلصت ثانويه عامه شافت جثث، سترونج اندبندنت. عديت سنة أولى. يبقى أنا كده إيه يا معلم؟ قلت لك إزاي دخلت الكلية. طب قلت لك إزاي دخلت المسرح. هنا نرجع لقصة كافيتيريا الكلية. عندنا كانت بتعمل سندوتش ميكس سوري اسمه نقانق بالبطاطس. النقانق دي اللي هي السجق عادي يعني، بس هم بيقولوا عليه نقانق. فكان سندوتش ميكس كده نقانق بالبطاطس وعليه شوية جبنة موتزاريلا. واقف أنا بجيب سندوتش الميكس ده ومستني، وقاعد باصص للراجل وهو قاعد عمال يشوفه مستني بقى السندوتش يطلع. لقيت لك واحد صاحبي اسمه رامي فايز الشاروني، ومعاه واحد كده أنا كان أول
مره اشوفه. المهم اتعرفت عليه، اسمه احمد عصمت. فرامي عارف ان انا بمثل من تانية اعدادي، فقال لي بص يا بشوي، انا في فريق المسرح هنا في الكليه، واحنا عاوزين ناس عشان خاطر داخلين مسرحيه، عشان داخلين مهرجان المسرح بتاع الجامعه، فمحتاجين ناس. انا انتهزت الفرصه بصراحه، قمت مكلم ابرام ومكلم واحد صاحبنا تاني اسمه بشوي. بعدها بسنه طلع لنا حامد مسرح الكليه، عملنا مثلا بتاع 12 13 مسرحيه. في مره كان بيخرج لنا مخرج اسمه استاذ محمد الصغير، كان بيخرج لنا مسرحيه اسمها حسن ونعيمه. اتمنى تشوفوها، مسرحيه حلوه جدا، هتلاقوها على اليوتيوب، اسمها حسن ونعيمه، فريق مسرح كليه طب عين شمس. المهم يا سيدي، استاذ محمد الصغير ده كان اخرج برنامج جد جدا لاستاذ اشرف عبد الباقي، وكان بيخرج في الوقت ده السيزون الاول من تياترو مصر. فاستاذ محمد الصغير كان كلم واحد صاحبنا اسمه ديفيد في يوم عشان يجي يعمل مونتاج مزيكا، يعني يقطع تراكات مزيكا لفيلم واسلاماه. ديفيد اعتذر. كان مين بقى اللي بيعمل نفس الحاجات؟ انا. فاستاذ محمد الصغير كلمني قال لي تعالى يا بشوي، انا مستنيك في مكتب استاذ اشرف عبد الباقي النهارده الساعه 8 بالليل، تيجي ومعاك التراكات بتاعت المزيكا بتاعت فيلم واسلاماه عشان خاطر محتاجينها، وتجيب بقى اصوات مش عارف بوك، دخول حرب، قرع طبول، افكتات، ورايح شغال كده. المهم قلت ايه، انا مش هروح لوحدي. قمت رايح لابرام وحامد، قلت لهم بصوا يا جماعه، انا عندي مصلحه وهشبطكم معايا فيها، حلو، بس اللي اقول لكم عليه تعملوه. فرايحين ايه بقى، عاملين حوار. حامد شايل اورج على كتفه، محدش فينا احنا التلاته بيعرف يعزف عليه، وبرام ماسك اللابتوب بتاعي، وانا ماشي في الاول. انا ايه، انا الرجل المهم، انا اللي ارن على الجرس، انا اللي ادوس على الانتركام، انا اللي اتكلم في التفاصيل، انا اللي هقول كل حاجه، وكلكم هتمشوا تبع دماغنا، لان انا اللي هقبضكم في الاخر، فمعلش هتمشوا تبع دماغي. المهم يا سيدي، رحنا طلعنا. اول لما طلعنا لقينا مين بقى معلم؟ لقينا اصحابنا اللي احنا كنا نعرفهم من ايام جامعه عين شمس. فريق حقوق عين شمس كان مصطفى خاطر ومحمد انور وحمدي المرغني وتوب وعبد الرحمن. تجاره كان وائل العوني، وكان من اداب عين شمس قسم نقد ودراما ساره درزاوي، وكان من كليه تربيه كانت دينا محسن ويزو. كان في بقى اللي انا ما كنتش اعرفهم، لسه اتعرفت عليهم اول مره، كان كريم وربيع واسقس واسراء عبد الفتاح. دول انا ما كنتش اعرفهم، اول مره اعرفهم في اول يوم رحنا للاستاذ اشرف عبد الباقي في المكتب. المهم قعدنا سلمنا عليهم وتمام، سمعناهم المزيكا. استاذ اشرف عجبه الموضوع، قال لنا طب خلاص احنا عندنا بكره بروفا، بس البروفا هتبقى في مسرح في اكتوبر. فحمد قال لهم طب يعني ما التراكات هي على اللابتوب، هو انتوا لازم يعني الاورج؟ قالوا له لا لازم الاورج، لان احنا بنفكر نعمل حاجه كده. هو يا عيني مش عاوز يتقدر بقى ويشيل الاورج لحد اكتوبر، فكان عاوز يعني يخلص من الموضوع، بس للاسف لبسه. ففضلنا بقى بنروح ونيجي كل يوم، حمد يا عيني متقدر شال الاورج رايح جاي. المهم في يوم كده بنأمن على مكان عشان خاطر ايه، نخبي فيه الاورج. المهم في اليوم ده استاذ محمد الصغير كده قام بص لي انا وبرام وحامد، قال لي انت وبرام انتوا الاثنين هتعملوا تتار، حامد انت هتعمل فرح شجره الدر. بصراحه احنا كنا مبسوطين ومتفاجئين جدا. احنا لما كان واحد من صحابنا كان بيروح يصور في جد جدا ولا في راجل وست ستات مع استاذ اشرف عبد الباقي، كنا بنروح نسلم عليه عشان هو سلم على اشرف عبد الباقي، فكنا بنروح اللي هو ايه كاننا بناخد بركه، يعني يكشي النجوميه نتعاص نجوميه ولا حاجه. فانت دلوقتي انت بتمثل جنب اشرف عبد الباقي على خشبه واحده في مسرح واحد، احنا بنقعد ناكل معاه عادي مفيش اي مشاكل، هو الراجل متواضع جدا. كنا مبسوطين جدا وكنا منبهرين ومبهورين ومتفاجئين. المهم يا معلم، انت لما بتخش طب ما بترتبطش، يعني نادرا لما تلاقي واحد في طب مرتبط بواحد، لان هو ادام دخل طب هو ارتبط خلاص. فانا ما كانش ينفع اعمل اي حاجه تاني جنب الكليه، ولو اخترت ان انا اعمل حاجه تاني لازم كانت هتاثر على الكليه. فانا فضلت فتره كده ما بروحش الكليه. بس لما وصلنا لاخر موسم مسرح مصر في 2019 كان لازم اكون بخلص الكليه. في اخر اسبوع امتحانات ليا في سنه 6، وكان في شهر 12 2019، واحد صيني ابن لذينه قرر يحتفل بيا وقام دبح خفاش وواكله، فظهرت في العالم كله اول حالة كورونا. لما جيت بقى استلمت الامتياز في شهر 3 2020، هنا ظهرت اول حالة كورونا ومصر كلها قفلت. تخيل انا ساعتها ما عرفتش اعمل ايه. انا بصراحه كنت حاسس بنحس رهيب، كنت حاسس ان معمول لي عمل، او اللي هو ما انت ممكن تبص لها من نظره ايجابيه، بس برضو يعني ما فيهاش نظره ايجابيه. انت العالم بيقفل، فما فيهاش اي نظره ايجابيه، فاحبطت قوي بصراحه.
المهم يا معلم، في الفترة دي بقى قررت انا هتخصص ايه، لان كنت بنزل فولنتير في الدمرداش، متطوع في الدمرداش، بنزل استقبال البطنة واستقبال الجراحة وبشوف طب عامل ازاي. وهناك من اسهل الاماكن واحسن الاماكن اللي ممكن تتعلم فيها، لان فيها عيانين كتير جدا وفي نفس الوقت فيها دكاترة شاطرين جدا يقدروا يعلموك. وكنت بميل لاستقبال الجراحة واخش كده جوه خالص عند الاوضة بتاعة تخيط الغرز، واقف بقى جنب اي دكتور بيخيط، اقعد اقول له سعادة الباشا منور الدنيا، واقوم جايب شاشة واقف كده، كل ما يجي ياخد غرزة اقوم ماسح له نقطة دم واقول له الله الله عليك يا باشا، ايه ده؟ طب ايه بقى ما بتاخدها ازاي دي؟ فيقعد يشرح لك هو بياخدها ازاي وشكل الغرزة المفروض يكون ازاي، ويقعد يعلمك ويقعد يدربك ويقعد مش عارف ايه لحد لما تعمل اول غرزة وكده تبقى تمام. فانا بقى في الفترة دي حسيت ان الجراحة هي احسن تخصص هيكون مفيد بالنسبة لي، عشان انا جراح وفي نفس الوقت ممثل. حبيت اظهر لك في شوية فيديوهات. شوية الفيديوهات دول ليه؟ عشان خاطر لو اي حد اخصائي بختم اتكلم نرد عليه، عشان لو حد قال لك كركمين ولا مرهمين ولا مش عارف ايه نطلع برضه نرد عليه، عشان نرد على مشاهد الافلام والمسلسلات اللي خلتنا ناخد الحبايه ونستنى الدواء يشتغل في وقته. فانا يا معلم بشوي طاهر، وده برنامج دكتور بي شو.